عايزه ازود حاجه كمان، ان في ناس بتكون رفيعه وجسمها واضح ان هو صحي لكن ما بيكونش صحي، والاكل ما بيكونش صحي بالمره، ما بيلعبوش رياضه. وفي ناس بتكون شويه جسمها مليان لكن بيبقى جسمهم صحي لان هم بيلعبوا رياضه. الفكره هنا مش شكل الجسم اذا كان رفيع او يعني مليان شويه، لكن الفكره كلها في انك قد ايه بتاكلي اكل صحي وقد ايه بتتحركي وجسمك بيتحرك ومهتميه بفكره الحركه. لان احنا حياتنا كلها عبارة عن قعدة، حياتنا كلها عبارة عن يا قاعدة على مكتب يا سواقة عربية أو يعني قدام التلفزيون، والدنيا الكوزي دي دايما خلتنا مأنتخين. فده مش صح. لو انتي ساكنة مثلا في دور تالت أو رابع أو كده، أو تقدري تطلعي السلم اطلعيه. لو هتقدري ان انتي تروحي نادي تمشي أو تلعبي رياضة حتى في البيت، في فيديوز كتيرة. حافظي على صحة مخك.